رحم الله فضيلة الشيخ أرحم الشويهي. الواعظ أرحمة بن علي بن أرحمة الشويهي ليحدثنا عن فضل الصدقات في هذا الشهر الكريم، خصوصا في هذه الحالة. أبو علي، يعني أنت شاهدت الحالة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ حر القبور عن أهلها. يعني أحيانا الإنسان ما يضمن نفسه، من يضمن نفسه أنه في الجنة وأنه في القبر لا يعذب وأن الله عز وجل ينجيه؟ نقول بصدقة قد تكون ب10 دراهم، قد تكون ب100 درهم، بأقل بأكثر من ذلك، المهم تخلص بها لوجه الله عز وجل وتنوي بها أن يعتقك الله عز وجل من نار وأن يرفع الله درجتك عنده في العليين. نقول يخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ صدقة، يعني تشوفها بسيطة. بعض الناس يقول إيش 10 أنا أتبرع 10، إني أتبرع مليون ولا لا؟ نقول لا، اليوم ارسل رسائل حث فيها من تعرف اللي وياك في الجروب كما يقولون والمجموعة، حثهم على الصدقة. لك أنت الأجر، الذي يبدأ هو صاحب الأجر. كل من سيتصدق بسببك ستكون أنت بإذن الله عز وجل لك الأجر الأعظم. أيها الأغنياء، ولما أقول الأغنياء هنا نقف، أيها الأغنياء، لأن بعض الناس إذا قيل الأغنياء قال لست أنا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يحدث الناس عن فضل الفقراء وأنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين، يعني كلهم سيدخلون الجنة، من أهل الجنة ممن أنجاهم الله من النار، فيدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم ب500 سنة. جالس رجل عند عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألست من الفقراء؟ قال هل لك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. هل لك من بيت تسكنه؟ قال عندي بيت. قال أنت من الأغنياء. قال لا يا صاحب رسول الله، وعندي خادم. قال أنت من الملوك. أنت لست فقط من الأغنياء. ليعلم الإنسان أنه كل إنسان غني، أنت غني بالله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب. كل إنسان مريض يتصدق اليوم، كل إنسان يريد أن تستجاب دعوته يتصدق اليوم، كل إنسان عنده مشاكل في البيت يتصدق اليوم، يبحث عن وظيفة يتصدق اليوم، كل إنسان له حاجة يتصدق اليوم بنية أن الله عز وجل يفرج عنه، وهذا ليس على الله بعزيز. بارك الله فيك، جزيل الشكر لفضيلة الشيخ أرحمة الشويهي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. الله عز وجل يعتق رقابنا ورقابكم من النار. رحم الله فضيلة الشيخ أرحم الشويهي.